اهلا بيكم مشاهدينا في النهارده فعاليات يوم انا الممكن التصفيه الثانيه للالعاب الذهنيه في القاهره. انتظرونا لقاءات مع لجنه التحكيم وفريق التنظيم واولياء الامور. معانا السيد محمد هشام، نائب رئيس حي حورس للسلام والمدير التنفيذي للاتحاد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتشرفت بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك هو اول مره نسمع باليوسي ماس وما كانش حاجه معروفه قوي. ممكن حضرتك تعرفنا هي بدات من امتى؟ بصي، هي اليوسي ماس بدا في بطولات اليوسي ماس بدات في مصر من 2015 تقريبا، ولكن هي بادئه بره مصر من قبل كده بكتير، من اواخر التسعينات. الفكره الحقيقيه في اليوسي ماس او بطولات الذاكره ان الشباب بتنمي قدراتها الذهنيه، والاطفال بتنمي قدراتها الذهنيه، بيعودوا نفسهم على الاستيعاب بشكل افضل. هيقلل معانا المجهود اللي بيبذلوه في المذاكره، وهيغير طريقه تفكيرهم كمان. بلس ان البطولات دي بتدي حافز للشباب ان هم يبداوا يدخلوا بطولات ويبداوا يغيروا وجهه نظرهم. يعني اساسا احنا عندنا الفكره ان احنا في المذاكره كانت قايمه على الحفظ، فلما نغير وجهه نظر الاطفال ووجهه نظر الشباب ان الموضوع بس مش حفظ، لان الحفظ سهل، فهيبدا يفرغ جزء من تفكيره وجزء من دماغه عشان يفكر، عشان يستوعب، عشان يعمل ريسيرش. وهو دوت التوجه الحقيقي اللي احنا عايزين نوصل له، والنتيجه اللي احنا عايزين نوصل لها من بطولات اليوسي ماس او بطولات الذاكره. تمام. ممكن حضرتك توجه كلمه لاولياء الامور ازاي ممكن يكتشفوا ابنهم او يوصلوهم لمرحله او للقب العبقري؟ وكلنا ممكن نوصل للقب العبقري، يعني كل الاطفال وكل ولادنا وكل شبابنا ممكن يوصل للقب العبقري. الموضوع بيبدا ان انت تصدق في نفسك. مجرد ما تصدق في نفسك ان انت ممكن تحقق، هتبدا تاخد خطوات على الطريق وان شاء الله هتوصل. دعم اولياء الامور مهم جدا لابنائهم، لان ممكن يكون الاطفال في السن دوت ما عندهمش الادراك الكافي عشان يفهموا الكلام دوت. اللي هيبقى مدرك للكلام دوت هو فعليا اولياء الامور، وهم اللي هيحفزوه. فانا بناشدهم ان هم يفكروا مع اولادهم بصوت عالي، يوجهوهم بشكل افضل، يتعبوا معاهم. احنا شفنا النهارده اولياء امور جايين من المحافظات عشان يشاركوا مع اولادهم، ودي كانت حاجه فعلا تستحق التقدير. احنا بنوجه لهم الشكر. وكمان حابب اوجه الشكر لكيان شباب قوه المستقبل، لان هم اللي شاركوا معانا في التنظيم النهارده، وهم اللي كانوا مسؤولين عن التنظيم عشان الايفنت يخرج بالشكل دوت. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا وشكرا لحضرتك. اهلا بيك، اتشرفت بلقائك.